هل الاتكال على الله شيء وحش، شيء غلط؟ تصوري انا لا. طب هل احنا ممكن نبقى صورة غير جيدة عن ربنا؟ تصوري انا ممكن، يعني عملا بانه كل الاشياء تحل لي ولكن ليست كل الاشياء توافق، او ليست كل الاشياء تبني. فانا عندي المقدرة ان انا اعمل الحلو والوحش، ولكن اللي بيحصل انه احيانا لما بعمل الوحش ببقى انا صورة سيئة عن اللي انا بمثله. ولانه احنا مؤمنين ان احنا ناس متدينين او بنسعى ان احنا نبقى ماشيين في الاتجاه الصح، فاحنا بنعتبر نفسنا somehow صور ان احنا بنعبر عن افكارنا، بنعبر عن ايماننا بالله، بنعبر عن ان احنا مسنودين somehow بالاله اللي احنا بنؤمن بيه. بس هل ده ممكن في وقت من الاوقات يقودنا ان احنا نروح في حته غلط؟ تصوري انا واللي بشوفه كمان، لانه احنا شغلتنا نفكر مع بعض، انا اتعودت اعمل كده. اللي بشوفه الايام دي انه لا، في حاجه ممكن نسميها فقاعه. فقاعه دي بيعملوها مين معرفش، يعني انا هو مجرد كلام بتشوفه حواليك لكنه مخالف للمنطق اللي انت شايفه، مخالف لكل الأعراف، مخالف لكل المنطقيات. ولما تيجي تسأل تلاقي ردود كلها عاطفية. أنا موافق معاك إنه البني آدم كائن عاطفي ومنطقيته مش قوية، ولكن لما تيجي تبص يصعب عليك قوي، يصعب عليك لما تلاقي ناس بتتسحب ورا الفقاعة دي وانت مش عارف مين فتحها لك ومين بيختبر ايه عشان يطلع بنتائج شكلها ايه. فلما تيجي تتكلم مع الناس تلاقي انه لا، في حاجة غلط، في طريقة في الفكرة. عشان كده احنا بنتكلم في الموضوع ده somehow هو ممكن تاخده كده وتقول ان هو ريليتد للسياسة، ولكن هو مش سياسة. انا ملوش في السياسة ومش بفهم فيها ومش مجالي ومش دراستي ومش ده اللي انا بستهواه. ولكن السياسة مجال خصب علشان نبص فيه على طرق التفكير والناس بيتعامل فيها ايه وبتمشي ازاي. تعال نتفق انه الحضارات بتتبني بقوة الناس اللي فيها وبتتهد بضعف الناس اللي فيها. فتعال نقول كده انه الكل اكبر من مجموع اجزائه، ولكن ان كان مجموع الاجزاء هو ضعف جنب ضعف جنب ضعف جنب ضعف، فانت هتلاقي هو ده مجموعة حاجات ضعيفة ان كانت قوتها بتوصل 20% 30%، بس هي ما زالت تحت نسبة النجاح. الطالب مننا ممكن ينجح في وقت من الاوقات نتاج عن ان هو عنده مادة معينة هو واقع فيها، ولكن عنده باقي المواد هو كويس فيها، فيطلع الكل في الاخر اكبر من مجموع اجزائه. يعني ايه؟ يعني انا عندي مادة او اتنين انا واقع فيهم، بس انا الاجمالي بتاعي ناجح. هو ده التعريف السهل للموضوع. بس ما بالك بقى انه المجموع الاجزاء كلهم ما يتعدوش نسبة النجاح النهائية. لو جه يلعب عليك هيلعب عليك بانه يخليك تبص بعينيك على الاجزاء كل جزء لوحده، فتقول انا ناجح هنا، انا ناجح هنا، انا ناجح هنا. بس هو في الاخر هو حاطط لك نسبتين نجاح، في نسبة نجاح لكل مادة وفي نسبة نجاح تراكمية في الاخر. فانت لازم تعدي حتتين. انت بتنجح في المادة لما توصل 51% على سبيل المثال، بس هو بيقول لك في الاخر تكر انت مش هتنجح في السنة كلها الا لما توصل 75%، اما تعدي 75%. فهو ده اللي هو بيلعب معاك عليه. ده احنا ليه بنقوله؟ ده بنقوله عشان خاطر انا مش بناقش معاك فكرة المقدرة من عدمها، لان دي غالبا طلعت الضحكة اللي بيضحكوا علينا بيها. يعني بيوهمك انك عندك قدرة بس بيضعفك في حاجات تانية. قاعد يبيع لك افكار وانت مسحوب في الافكار، مسحوب في الافكار. الفكرة اللي موجودة دلوقتي انه يلا بينا ننقذ اخواتنا اللي موجودين في الجوار. ده في الاخر في المادة الواحدة اللي هي شعورك انت كشخص بالشيء اللي حاصل عندك، انت ناجح. ولكن على المجمل العام انت لا، ما نجحتش. ليه بقى؟ احدى الفقاعات اللي عاملها لك النهارده بيقول لك يلا بينا نبعت لهم غذاء في البحر. هل دي كفكره كماده هي فكره وحشه؟ والله ابدا. هل هي فكره مش صحيحه؟ تعال بقى نناقشها. هي دي اللعبه. فهو بيلعب عليك بايه؟ هو بيقول لك والله يلا بينا نلعب على العاطفه. طب هل الدنيا
بتتساق بالعاطفه بس، فيروح عامل لحضرتك ايه بقى؟ يقول لك وربنا يعني مش قادر يوصلها. فانت تلاقي نفسك جوه معضله كده يا فندم، وما تقدرش على فكره، لانه احنا somehow عندنا قيمه ربنا طبعا غاليه عندنا، محدش يضحك عليك، وهتفضل غاليه، لان احنا بطبعنا كده. احنا كبني ادمين، احنا كبشر، احنا كمؤمنين، احنا كمتدينين، بصرف النظر عن الديانه ايه، بس احنا في الاخر ما بتبقاش كده يا فندم، ما بتبقاش كده. ما تضحكش عليا، ما تضحكش عليا، ولما اجي افكر تخدرني. لا، انا مش بناقشك انه ربنا يا سيدي، قدره ربنا، مين فينا يجرؤ يناقش قدره ربنا؟ قدره ربنا يا فندم ببساطه هو اللي عمل هذا الكون. فانت ايه راي سعادتك؟ اخبارك ايه؟ بتسحبني وراك ليه في حاجه ملهاش لازمه يا فندم؟ هل هو ده اللي ينفع؟ لا يا فندم. هل كل المشي بيوصل للوجهه اللي انت رايحها؟ لا يا فندم، المشي على المشايه الرياضيه ما بيوصلكش لاي حته. فتعالى نسالك بقى، التارجت بتاعك اخباره ايه؟ انا محتاج ابص معاك على التارجت بتاعك علشان تبقى فاهم معايا احنا رايحين فين. لو كان التارجت بتاع حضرتك ان انت تظهر قد ايه انت بتكير على اخواتك، شكرا، انا مصدق. بس لو كان التارجت بتاعك ان انت فعلا محتاج تعمل حاجة لاخواتك، فانا اتصور انه انت بتتسحب، بيتعمل لك فقاعة كده. طب بالمناسبة خلينا اديك مثال او اسألك سؤال. لو احنا الاتنين غرقانين في البحر، احنا اخوات، احنا روحنا في بعض، الاصل هنفضل مع بعض في البحر، ولا واحد مننا ينجو يمكن ربنا يكرمه ويعرف يجيب سند او دعم لاخوه اللي في الميه؟ تعالى كده نروح للحته دي. انا ليه بقول لك المثال ده؟ لان المثال ده هو اللي هنا هتتفرق الاراء فيه. في واحد يقول لك لا، انا افضل مع اخويا ايا كان. في واحد تاني منطقي يقول لك لا يا فندم، انا احنا واحد مننا يروح ينجو، لعل واحد من الناس دي هو اللي يقدر في الاخر يبقى قادر يقول يا جماعه والله انا حاولت انقذ اخويا فعملت له الكلام ده. هي دي الفكره. هنا بتختلف الاراء عند الحته بتاعت هل احنا منطقيين ولا احنا عاطفيين. بلاش العاطفه، بلاش يتعمل لك فقاعه علشان يقيس بيها مدى التسطح اللي هو قدر يعمله. لا يا فندم. بعدين بالمناسبه، ألف ب حفاظك على أخوك إن أنت مكانك يفضل كويس، إن أنت ما تتفككش، إن أنت ما حدش يلعب عليك، إن أنت يا فندم تفضل متماسك. يا رب أبقى وصلت لك معلومة، يمكن ما يعجبكش الكلام، بس والله أنا شايف إنه دورنا مع بعض إن إحنا نفتح مع بعض أفكار. يمكن يا فندم، وأنا مصدق في فكرة إنه يمكن ما يعجبكش الكلام، يمكن ما تصدقوش، بس أنا مش بلومك، ده طبيعي. بس من فضلك بلاش تتسحب ورايا الحاجات دي، بلاش، ملهاش لازمة، مش هتريحك. شكرا ليك، اقابلك في فيديو تاني. يا رب كلامي ما يضايقكش، بس لو اتضايقت يبقى محتاجين نفكر مع بعض مرة تانية.